إذن أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام، ونرحب مرة أخرى بالجميع في أول حلقة في هذا الموسم. نتمنى أنه يكون موسم حافل بالنتائج الإيجابية للرياضة الوطنية. طبعا موسم جديد، لما غنقولوا موسم جديد غنقولوا بأنه انتهى الموسم الماضي. صحيح الموسم انتهى، ولكن المنافسات الرياضية بقت متواصلة، سواء على الصعيد القاري أو على الصعيد الدولي. فهذا الشهر اللي فات كله عشناه مع مجموعة من الأحداث الرياضية اللي كانت فيها مشاركة مغربية. المشاركات الدولية، الأمر يتعلق أولا بمنافسات كأس العالم للسيدات، وأيضا منافسات كأس العالم لألعاب القوى. لابد من ندير واحد القراءة في بزاف ديال الأمور اللي مرات، وطبعا للمستمع الكريم أنه يناقش الموضوع اللي بان له بأنه جدير بالمتابعة، أو الموضوع اللي تهمه، لأنه الاهتمامات تختلف. يعني وخا يكون واحد تظاهرة من مستوى عالي، كاين اللي غيبان له تظاهرة أخرى أفضل. يعني فهذا الاختيار ديال المستمعين، لأن البرنامج هو برنامج ديال المستمعين. لما تتحقق واحد الإنجاز ولا بد من نبينوا على الأقل صاحب هذا الإنجاز. منافسات بطولة العالم لألعاب القوى ما بقيناش في ذاك الحجم اللي كنا فيه في واحد الوقت كنا منافسات بطولة العالم يعني المتابعة ديالها تقريبا يومية. علاش نقول يومية؟ لأنه كانوا عندنا بزاف ديال الأبطال والبطلات اللي كان فيهم اللي مرشح للفوز والمعروفين الأسماء، وكاين فيهم اللي كان عنده بالإمكانية باش يمشي للمسابقة النهائية ونبقاو متابعينه، يمكن يدخل الصف الرابع الخامس. المهم جميع المسابقات، خصوصا المسابقات ديال العدو، انطلاقا من 800 متر، لأن عندنا فيها الألقاب سواء أولمبيا أو بطولة العالم، 1500، 3000 موانع، 5000، 10000. هاد المسابقات على الأقل ما كناش نجريو السباق الأول تنتقصاو مسابقة، نمشيو الدور الأول، نصف النهاية، ونمشيو النهاية. الآن يعني كما نقولوا الحجم ديال الأبطال ما بقاش بنفس القيمة اللي كان في السابق، ولكن لما تكون عندنا واحد اللي شاد داك المشعل ديال باش انه المغرب بقى في السبوره ديال الميداليات، لانه السبوره ديال الميداليات ما فيهاش بزاف ديال الدول، فيها 45 ولا 46 دوله كاع اللي فازت بالميداليات، اخرها فرنسا وما ادراك فرنسا اللي كان عندهم مجموعه من الابطال فازوا بالسباق ديال 400 متر 4 مرات رجال بميداليه فضيه، هي الوحيده اللي كاينه. هذه ماشي مقارنه، غير تنقول بانه يعني مثل هذه المسابقات يعني او تجيب لك بعد نوبات في واحد السنين مجموعه من الابطال، بعد نوبات تيغيبوا الابطال. السبب هذا موضوع يناقش وممكن ان نناقشوه. سفيان البقالي كان في الموعد، كنا منتظرينه. صحيح انه تيبقى دائما ذاك التخوف، ولكن باذن على انه بطل اولمبي، بطل عالمي، مساله لا تناقش. 3000 متر موانع اللي واخا هو احتكار كاينين 100%، ولكن الا كاين شي واحد اللي وقف امام الكينين هو المغاربه، ماشي غير اليوم، حتى ميامات ساهير وبولامي، وعلى كل حال كانوا مجموعه من الابطال ديالنا اللي تيخلقوا واحد النوع من التنافس في هذه 3000 متر موانع. فسفيان البقالي كان في الموعد وعطانا الميداليه الذهبيه. اسم اخر على المستوى النسوي وعلى مستوى الاناث، دائما العاب القوى كانت حاضره. اليوم حضرنا في تخصص اخر، التخصص ديال فاطمه الزهراء اسف القردادي، بنت مدينه اسفي، اللي عطات يعني ميداليه نحاسيه. ولما تنقولوا ميداليه نحاسيه راه تنذكر على وحده هي الثالثه في العالم. راه هاد النتائج ديال العاب القوى والالعاب الفرديه ما عندها شيء، مع كامل الاسف،
نفس الحجم اللي عند المنافسات ديال الالعاب الجماعيه، حيث الالعاب الجماعيه ممكن انه الانسان يوصل لواحد الدور وتيولي شي حاجه كبيره، بحال الشكل ديال مثلا تنذكر على كره القدم ولا كره السله ولا كره اليد لما تتفوز ببطولات افريقيا تيكون هذاك شي يعني كما تنقولوا الطوب. بالنسبه لالعاب القوى على الخصوص بطولات افريقيا كأن لا شيء. العاب البحر المتوسط ماشي لا شيء، بمعنى ماشي ما عندها حتى شي قيمه، ولكني غير ماشي بحال الحجم ديال بطولات العالم. الان بطولات العالم تحت الصف الثالث، بمعنى انه انت تحت يعني انك عندك المرتبه الثالثه على المستوى العالمي، ما هيش على المستوى الافريقي. ثالثه على المستوى الافريقي في العاب القوى غنقولوا لا شيء. ولكن فتحيه لفاطمه الزهراء القردادي اللي حلات باب اخر. كنا تنعرفوا يعني 400 متر حواجز، تنعرفوا 800 1500 5000 بالنسبه للسيدات. الان دخلنا للماراثون، فانا اللي تنتمنى هو انه هاد النتائج هكا تكون يعني عباره عن حافز، حتى ولو يكون مجهود فردي، لان في غالب الاحيان كل واحد تيبغي يتبنى شكون اللي دار هذا الشيء هذا. انا ما مطلعيش على الحقائق ديال الامور، ولكن اللي تنتمنى هو انه هذا بحال مثل هذه النتائج تكون حافز لباقي الرياضيين في جميع المسابقات، ماشي فقط في العاب القوى. فتحيه للبطل البقالي والبطله قردادي. صحيح انا من الناس اللي تنكون فرحان اذا كان فريق، اذا كان عداء مغربي، اتحدث على العاب القوى بالخصوص، اي واحد تيمشي لمسابقه نهائيه ما تنظنش بانه غنبقاو نذكروا دائما على اللي خصو اللي ياخذ الميداليه الذهبيه غنعطيهم اياه، اللي 60 40 ايوا، واللي حتى للصف السابع ما ياخذ والو، واللي حتى للصف الرابع لا. انا اي واحد وصل للمباراه المسابقه النهائيه خاصو يتكافئ. راه تلعب مع 12 احسن ما كاين في العالم. ايوا كاش ننظروا لها على انه اما تكون مع 3 الاولين في العالم، ولا واحد اخر يدي بطوله ديال شي حاجه ونعطيوه نغرقوه. لا، اي واحد وصل للمسابقه النهائيه خاصو يدار انا لعبت مباراه نهائيه بحال لعب نهائيه مباراه نهائيه كاس العالم، ياك لاعب على الميداليه الذهبيه. واش اللي وصل للمباراه النهائيه ديال كاس العالم في اي مسابقه غنعتبروه بانه ما دار شي حاجه كثيره؟ لا، شي حاجه كثيره. اذا انا مشيت للمسابقه النهائيه لل 1500 او ل 800 او ل 5000. اذا علاش انا غادي نقول بانه لا؟ يمكن على الاقل ماشي نحسوا بانه النهايه ماشي مهمه، اما تكون مع الثلاثه الاولين ولا ما كاين شيء. انا ما عارفش الباريم واش كاين، ولكن خاص تكون شي حاجه اللي على الاقل يحس بانه لما مشي للمسابقه النهائيه، ماشي نقول المسابقه النهائيه ولكن لا يمكن ما عنديش اطلاع على الباريم اللي كاين، ولكني انا من الناس اللي تنادوا بان اي واحد المسابقه وصل للمباراه للسباق النهائي خاصو يتكافئ مكافأة اللي تليق بأنك كنت في المسابقة النهائية. البارحة أنا شفت المسابقة ديال شحال ديال 3000 أو 5000 ما بقيتش متذكر، ديال السيدات الفرنسية احتلت المركز الخامس. مع الخامس ما هو لا ميدالية ذهبية ولا فضية ولا نحاسية، الخامس ما داروا بها هذاك الشيء كبير. هزات الرايه كاع ديال فرنسا تدور بها، حيت حطمت رقم قياسي ديال فرنسا وبعيده على الاولانيين، ولكن تحس بانه دارت شي حاجه. حنا يمكن ندخل كاع الصف الرابع وحنا راسو حشمان بحال لا اي واحد وصل للمسابقه نهائيه فخصو يتكافئ، علما بان حنا عارفين الظروف ديال الاعداد كلها كيفاش يعد. واش كاين اللي الاعداد تيكون بشكل كبير، كاين اللي ما تيكونش، كاين اللي عنده مشاكل. على كل حال فهذا غير باش نبين بان المسابقه النهائيه الا مشى لها شي واحد وخسر فيها ما تنعتبروش بانه فشل في المهام ديالو. بالنسبه لكاس العالم السيدات فحتى شي واحد ما كان تينتظر، باش ما نبقاوش نقولوا لا كيشتي لا كان، لانه تنقرا بعض التعاليق. حنا تأهلنا علاش؟ لانه المانيا تعادلت مع كوريا. ايوا شنو علاش هي بطوله؟ علاش هي بطوله؟ ايوا كون المانيا بغات تأهل كان خصها تربح، ما ربحتش اذا تعادلت. اذا ماشي كوريا اللي عطاتنا التعادل، حنا اللي عطاتنا التأهل، حنا اللي تأهلنا لانه انتصرنا. لان كون يعني كون ما انتصرنا شيء ما غندوزو شيء. اذا العمليه ديال الفريق الوطني نهار اللي خسرنا المباراه الاوليه ب6 حتى شي واحد ما كان تيامل بانه غنربحوا كولومبيا ولا غنربحوا كوريا الجنوبيه، ما كانش شي واحد.
لانه كولومبيا ربحوا المانيا. باش تربح انت كولومبيا تجيك باب شي حاجه اللي هي ما تدخلش للراس. ولهذا فنديروا هذه المنافسه او هذه المشاركه في الاطار ديالها يعني الحقيقي. الاطار ديال الحقيقي هو انه تاهلنا لكاس العالم، وكان هذا هو اقصى امل عندنا، هو نمشيو لكاس العالم. واش كنا تنتمناو انه نديروا مشاركه مشرفه. يعني المشاركه المشرفه هي انه ما نخسرش بحصص كبيره. الاشكال هو انه خسرنا بحصه كبيره الاول. كل شيء تيقول بانه مشينا وغتولي هذا التاهل لكاس العالم كله كون كاع ما كان، لانه لو انه لا قدر الله خسرنا باربعه وعاوتاني بخمسه غنقولوا هادشي ما خدامش. اذا لما تنخسروا بداك الحصه والبنات ديالنا حافظوا على ذاك الكبرياء ولعبوا المباراه الثانيه وانتصروا في المباراه يعني الثالثه، تيظهر لي بانه الطموح كبر. ولكن بعد نبات الطموح بوحده ماشي بوحده تيكون كافي، تيخاص اولا التجربه. لعبنا مع منتخب فرنسي ومن الفرنسيين كانوا مرشحين باش يفوزوا بكاس العالم. والكرة القدم النسويه في فرنسا بدات في 1919 ودارت البطوله وقيله في 23. ما عندها علاقه بحنا عاد قلنا بسم الله. حنا ما تنقولش بان وصلنا للقمه، ولكن احنا غير لما تنوصل لواحد المستوى خاصنا نحافظوا عليه. هذاك اللي غيجي من بعد منا خصو يفكر بانه واحد الوقت وصلنا لهذا الرقم هذا، اي اننا وصلنا لكاس العالم. خصنا نحافظوا عليه. باش نحافظوا خصنا نشتغلوا، حيت ما بقاوش دائما نهضروا على التاريخ كنا حنا ملي تنديروا واحد النتيجه تنقولوا ها السقف ديال اللي عندنا اللي ما خصناش ننزلوا عليه. يعني بحال عندك جوج تيقرا ولا ثلاثه ديالو تيقرا، واحد خدا لا ليسونس ما يمكنش تقول له واحد البكالوريا يوقف، لا دير بحال خوتك. اذا هذا هو اللي تنبغيو نوصلوا من خلال هذه النتائج. الامور مرتبطه بالاعداد وهذا مشاكل اخرى هذيك تنعيشها يوميا، كيفاش كاين الاعداد وشكون وفين كاين التدريب وفين هذه مشاكل اخرى. حنا تنتقدوا دابا حنا على العمليه ديال اللي تخلينا نبقاو في المستوى اللي وصلنا ليه. دابا لما تجي كاس العالم مره اخرى ديال السيدات خاصنا نمشيو للدور الثاني. هذا هو يعني اقل ما يمكن نديرو. تحيه مره اخرى للبطلات ديالنا اللي شاركوا في هذه المسابقه. السلام عليكم ورحمه الله. حصد فريق الرجاء البيضاوي اول 3 نقاط له بانتصاره على يوسفية بورشيد ب3 أهداف مقابل 1 ضمن الجولة الأولى من البطولة الوطنية.